السلام عليكم، معاكم اخوكم جعفر السلطان سناب خبركم. اليوم راح نصور لكم من مكان راح يسبب صدمه للبعض، خصوصا الجيل الطيبين من ابناء الاحساء. احنا موجودين الان في قناه المويه الرئيسيه لمشروع هيئه الري والصرف بالاحساء، لننقل لكم بعض الملاحظات وبعض الصور عن هذا هو المخرج الرئيسي لمياه عين الخدود الى هذه القناه. الوضع صراحه محزن جدا اللي قاعد انا اشوفه قدامي واللي قاعد يشوفه. هذه القناة في يوم من الأيام كانت تشكل نهر الأحساء العظيم، أكبر نهر صناعي نقدر نقول عليه في الأحساء. كميات كبيرة جدا من المياه تغذي أكثر من نصف مزارع الأحساء. بكميات كبيرة كانت تطلع هنا من عين الخدود بشكل طبيعي بدون آلات وبدون مضخات، وتملأ هذه القناة صافية زرقاء عذبة صالحة للشرب بشكل طبيعي. هذا اللي كان وإلى حد كبير إلى نهاية القناة تقريبا ارتفاع 3 متر قدامي. أنتم شايفين وضع القناة للأسف الشديد محزن جدا. بعد العز والمجد اللي كانت فيه يكون هذا حالها وهذا وضعها طبعا. وغاذورات وبقايا علب وقوارير وأكياس نايلون وأشياء كثيرة جدا قاعد أشوفها. شيء حزين ومزعج جدا جدا صراحة. اللي قاعد أدري أحمل مسؤولية من اللي قاعد أشوفه. هل الناس اللي تاكل وترمي بدون حساب بدون اهتمام بالنظافة، يعني علب وقوارير وحجارة طابوق وما أدري وش. ممكن لربما جهات أيضا مسؤولة، هيئة الري لها دور في هذا الكلام، لكن حنا لا نحمل هذه الجهات كامل المسؤولية. أيضا المواطن يتحمل العبء الأكبر في هذا الأمر. هناك حاليا أعمال ترميم تقام في هذه القناة تقوم بها هيئة الري، مثل ما شايفين هذا جانب منها بقطع. لكن هل إعادة التأهيل والترميم سوف تعيد المياه التي كانت تقرق هذه القناة وتجعلها ذات منظر جميل؟ مثل ما قلنا المصدر الرئيسي لمياه قناة الخدود كانت عين الخدود هناك، بالإضافة إلى هذه الفتحة وهي من عين الحقل. كانت هم العينان الرئيسيتان للتغذية. كانت عين الحقل وعين الخدود هي القنوات الرئيسية اللي تغذي هذه القناة اللي احنا قاعدين نصور فيها الآن. نشوف جزء منها. هذا الجزء القادم من القناة من الخدود يتسع الآن بشكل أكبر لما يتصل مع الجزء القادم من الحقل ويصير بمساحة تقريبا أكثر من 10. حاب أعرف من إيش اللي جاب لوحة المرور هنا، يعني هل أكيد جت لحالها من الشارع وطبت هنا؟ أكيد فعل عابث من بعض للأسف. أعمال الترميم والصيانة اللي تقوم بها هيئة الري والصرف لهذه القناة، لكن هل هذه الأعمال سوف تعيد المياه مرة أخرى؟ سمعنا أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام عن مشاريع لاستثمار هذه القناة سياحيا من عدة جهات، وإلى الآن لم نرى شيء. نتمنى فعلا استثمارها سياحيا، نتمنى نشوف مرة أخرى المياه تجري في هذه القناة كما كانت سابقا. أيضا جانب آخر من أعمال الصيانة والترميم التي تقوم بها هيئة الري والصرف لهذه القناة، نتمنى يكون هناك مشروع آخر لاستثمارها سياحيا أيضا. إلى قبل وقت قريب، يعني حوالي 20 سنة 25 سنة، كانت هذه القناة مثل ما قلنا تمتلئ بالمياه إلى حوافها العليا من العيون اللي ذكرناها قبل شوي، إضافة إلى بعض العيون الصغيرة الجانبية اللي تغذي القناة أيضا. وكان كل هذا الأمر يتم بشكل طبيعي بدون مضخات. للأسف الشديد هناك مضخات بعد ما عجزت العيون عن استخراج الماء بشكل طبيعي، مضخات لكنها لا تخرج ولا حتى ربع الكمية اللي كانت تخرج بشكل طبيعي. هذه المضخات مثل ما قلنا لا تخرج ولا حتى ربع كمية المياه التي كانت تخرج بشكل طبيعي سابقا على كثرتها وامتدادها على القناة. في بعض أيام السنة الباردة في السنوات السابقة كان بسبب دفء المياه تخرج كميات كبيرة جدا من بخار الماء من المياه الموجودة على هذه القناة. هذه المياه تشكل ضباب أحيانا على الشارع، إلى درجة أن الرؤية أحيانا في بعض السنوات أو بعض الأيام تكون ضعيفة بسبب كمية الضباب أو البخار اللي يخرج من هذه القناة. ما يصدق، لكن جيل الطيبين عاش هذا الأمر وشافه، وأكيد إنه مصدق وأكيد إنه منصدم على الوضع اللي صارت عليه القناة الآن والحل اللي صرنا عليه. طبعا نحن الآن في الجانب الآخر من القناة. هذا الجانب سوف يخضع للصيانة بعد الانتهاء من الجانب اللي شفناه الآن. وشوفوا وضع الموية كيف. طبعا الآن يضخ الموية بواسطة المضخات اللي شفناها هناك آخر الصورة، وبكميات قليلة جدا في بعض الأوقات مثل الوقت اللي نشوفه الآن. طبعا في بعض الفترات تقوم هيئة الري بملاء هذا الجزء بالماء بواسطة المضخات إلى حد معين، ثم بعد ذلك
بعد ذلك يتم فتح البوابات إلى القنوات الفرعية لري المزارع. راح نشوف الآن، نصور عند المضخة اللي هناك، راح نقترب منها. لكن قبل ما نروح عند المضخة، فعلا لازلت أتمنى استثمار هذا المشروع أو هذه القناة بشكل سياحي، بشكل جميل، إعادة تأهيلها. هناك بعض الملاحظات راح نوردها في نهاية هذه التقرير عن عوامل نقص المياه في الأحساء وأسباب ذلك. المضاخات اللي راح نشوفها قبل شوي هي جزء من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامه في أغراض الري كحل لمعالجة نقص مياه الزراعة. طبعا هذا حل من ضمن الحلول قامت فيها هيئة الري ووزارة الزراعة لتقليل أو مشكلة تناقص مياه الزراعة في الأحساء. ومن تلك المشاريع أيضا جلب مياه الصرف الصحي المعالجة من الخبر بمواصلة المواسير إلى الأحساء لاستخدامها في أغراض الري والزراعة. أيضا هذا جانب آخر من بعض المضخات في مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. هناك في الحقيقة مشروعين، هذا أحدهم، وهذه جانب المضخات، وهذه إحدى القنوات الرئيسية. القنوات هذه اللي صورناها في التقرير كانت تسقي أكثر من نصف مزارع الأحساء تقريبا، أكثر حتى من النصف، بحاجة لإعادة انتشار الحشائش في كثير من مجاري هذه القنوات يعيق حركة المياه وإيصالها بشكل كامل للمزارعين. اللي شفناه مع بعض من خلال الصور واللقطات للقناة ووضعها الحالي والمياه في الأحساء وضع صادم جدا، خلينا نسمي التقرير هذا بتقرير الصدمة. للأسف ما عاد في اليد أشياء كثيرة ممكن نعملها، لكن ممكن نخفف من أثرها وحدتها. لما كنا في الدراسة الجامعية في كلية الشريعة في الأحساء قسم جغرافيا، طلب منا بحث عن الأحساء، وكان في فصل كامل عن المياه في الأحساء وسبب تناقصها. مجموعة من الطلاب اشتركنا في هذا البحث وطلعنا بمجموعة من النتائج عن أسباب تناقص هذه المياه في الأحساء، بعضها معقول، بعضها مقبول، بعضها منطقي، بعضها غير منطقي. أنا راح أضع بين يديكم بعض النتائج وبترك لكم أنتم تقرروا من المعقول والمقبول والمنطقي والغير منطقي، وهذا شيء راجع لكم. البعض قال أن أسباب تناقص المياه في الأحساء التغيرات المناخية وتناقص الأمطار، البعض قال الحفر الجائر للأعيان من قبل المواطنين، زيادة أعداد سكان، استخدام المياه بشكل إسراف وتبذير. أيضا قالوا السدود اللي في المناطق الغربية كان لها تأثير أيضا، لأنها منعت من تسرب المياه اللي تنزل على تلك المناطق إلى داخل الطبقات الأرضية المغذية لبعض العيون. هذا أيضا من ضمن الأسباب التي ذكرت في دراسة. أيضا بعضهم ذكر حفريات التنقيب عن النفط واستخدام الماء في عملية التنقيب، ذكر كأحد الأسباب اللي ممكن تكون سبب في تناقص المياه. في الحقيقة هناك أسباب كثيرة جدا، مثل ما قلت بعض الكلام اللي قلناه مقبول ومعقول وبعضها غير منطقي، وانتم تقرروا هذا الشيء. حنا كل نتمناه أن ترجع أحسائنا كما كانت، جميلة حلوة بمائها بخضرتها بوجهها الحسن، يا ريت. أيضا رسالة للأهالي والمواطنين بضرورة الترشيد في استخدام المياه بالشكل الصحيح، سواء مزارعين أو مواطنين. أيضا أنتم لكم دور في هذا الأمر. أيضا مثل ما شفنا قبل شوي وضع القناة والأوساخ والنفايات الملقاة فيها، أكيد يعني ما جت لحالها. المواطن هو للأسف الشديد سبب رئيسي المواطن هو سبب رئيسي، إما في الإصلاح أو في التخريب، ما في مجال يعني. لا نحمل المسؤولية دائما للجهات الرسمية والمعنية في ذلك. ونتمنى في ختام هذا تقرير الصدمة أن ما أثرنا شجون الطيبين. ونختم كالعادة بالسلام عليكم. أخوكم جعفر السلطان، سناب خبركم يحييكم، وإفطار شهي. تحياتي لكم.